السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهقت من الطرق التقليدية للدجاج لطهي الدجاج. هقولك على طريقة النهاردة لذيذة جدا وجديدة وشهية جدا في طعم الدجاج. هنجيب احنا هنشتغل النهاردة بصدور الدجاج. اي كمية صدور انت عايزة تعمليها هنجيبها. هنعمل ايه؟ هنبدأ نقطعها كده، تمام، على شكل مربعات اهي. هنقطع الصدر كده على شكل مربعات بالشكل ده. طبعا نضفته كويس وشلت الدهون وكل حاجه وغسلته كويس، تمام. وهبدا اجيب الصدر واقطعه بالشكل ده اهو. انا مش يعني هي منها فيها مش هفصلهم عن بعض، انا هعملها بس مربعات في قلب الصدر كده. هخلي الصدر على شكل مربعات كده عشان لما اجي اسوي يبقى سهل عليا في التسويه، تمام. نفس الشيء هعمله في الصدر التاني. هقطعه كده على شكل مربعات كده اهو. انا مش هفصله ولا حاجه، انا بس هعمل مربعات فيه كده، تمام، عشان الخلطه والحاجات تبدا تتخلل تتغلغل جواه اهي بالشكل ده، تمام اهي. طيب وبعدين بقى هنعمل هنشوف دلوقتي. بعد كده هبدا احط عليه، اتبله بالملح والفلفل الاسود كويس جدا. همسك الصدور بقى بتاعتي اهي، الصدور اهي، وابدا ارش عليها ملح واتبلها من الجنبين اهي، واحط عليها ملح وفلفل اسود، تمام. انا هرش عليها ملح وفلفل اسود عشان اتبلها اهي. هديها رشه ملح بالشكل ده كده، وبرده هرش عليها فلفل اسود. خلاص، هديها برده رشه من الفلفل الاسود بالشكل ده، تمام. بعد كده هنعمل هنشوف بقى. بس الاول يعني بتبلها ملح وفلفل اسود وادعكها كويس جدا بيهم اهي، عشان تبقى متبله من كل الجهات، ما تبقاش حته فيها وحته ما فيهاش اهي. بدعكها بقى كده كويس بالملح والفلفل الاسود على الجنبين اهي، شايفين اهي. وادعكها بقى بيهم كويس جدا ونشوف بعد كده هنعمل اهي. طيب بعد كده بقى هنعمل بعد كده هكون مجهزه دقيق. عندي دقيق، تمام، وهبدا اعملها في الدقيق. ابدا يعني اقلبها في الدقيق بالشكل ده، تمام اهي. انا عايزه اتبلها في الدقيق كده، اقلبها في الدقيق، وبعد كده هنشوف هنعمل اهي. هقلبها كويس في الدقيق، انا عايزاها تتعفر بالدقيق كويس جدا اهي اهي، تمام. وبرده التانية هنعملها بنفس الطريقه اهي. اعملها كده في الدقيق وبعدين هنشوف هنعمل ادي الدقيق اهو. وهبدا ان انا اعفرها في الدقيق كويس جدا اهي، زي البانيه. عارفين لما بعمل البانيه في البقسماط، انا برضو هعملها كده في الدقيق وبعدين هنشوف هنعمل تمام اهي. عفرتها في الدقيق كويس جدا من بره ومن جوه، نفضتها اهي، وهي عندي جاهزه عشان اشتغل بيها، تمام. هنشوف بقى بعد كده الخطوه الجايه هنعمل الخطوه الجايه هنيجي على النار ونشوف هنسويها ازاي. اجي على النار بقى واحط الطاسه بتاعتي، تمام، وهبدا انزل بمعلقتين من الزيت مع معلقتين من الزبده. اجي بقى اجيب الطاسه واحط عليها زيت على زبده، تمام، وبعدين هنزل عليها بصدور الفراخ اللي عندي اهي، تمام. ادي صدور الفراخ اهي، وهبدا انزل عليها على الزبده بالشكل ده، تمام. وطبعا هسيبها لما تبدا تتحمر، يعني هسيبها احمرها على الجنب ده وبعدين هقلبها على الجنب التاني عشان تتحمر. اول ما تبدا تتحمر كده زي ما احنا شايفين، هبدا انزل عليها بالثوم. 4 فصوص ثوم كده واروح نازله عليها، تمام. طبعا انا هرساهم بالشكل ده، تمام. اول ما ريحه الثوم تبدا تطلع هنزل عليهم بحوالي 4 معالق من العسل، عسل عادي، تمام اهي. بعد كده هوطي النار بقى، تمام، وهنزل عليها برشه من البابريكا، تمام. هديها رشه كده من البابريكا اهي، تمام. برضو هديها على جنب تاني رشه من البابريكا ورشه برضو من الجنزبيل، تمام اهي. رشه من الجنزبيل ورشه من البابريكا، وهنزل عليها بمعلقتين خل
تمام. ولو عندك صويا صوص حطي برضو، بس انا هنزل عليها بدبس الرمان. تمام، هنزل بمعلقتين دبس الرمان. طبعا هقلب الفراخ في الصوص اللي هو اللي انا عاملاه ده، علشان تبدا تتشرب بالايه، بالصوص اللي في الارضيه ده كده. هقلبها طبعا على الجنبين عشان تبدا تتشرب من الجنب ده ومن الجنب ده بالصوص اللي انا ايه عاملاه ده. هفضل اقلبها كده بقى طبعا عشان ايه تتشرب بالصوص ده. تمام. هي خلاص، هي كده خلاص، هي ايه استوت. بس انا هديها ايه تقلبتين كده في الصوص وخلاص. تمام. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين شكلها بعد ما خلصت عامله ازاي؟ وبقدمها طبعا مع رز ابيض. وبكده نبقى احنا خلصنا الفراخ بالطريقه دي. وما تنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب وشير.